اهلا بكم في فيديو جديد على قناه يوميات فادي عضلات. انا غيرت اسم القناه لان بصراحه يا جماعه حسيت ان الاسم بتاع اللي هو كلام دمار، حسيت الاسم مش لذيذ بصراحه، مش متناسب مع القناه، لان انا هنا مش مجرد بعمل فيديوهات اتكلم فيها بس، لا ده انا ساعات ممكن بحكي موقف حصل معايا في يومي زي ما هعمل النهارده. ممكن بشارك معاكم منتجات انا اشتريتها هل عجبتني ولا لا، ممكن ساعات اسالكم على حاجات. يعني القناه فيها تنوع، ما هياش مجرد فيديوهات كلام وخلاص، فعشان كده خليت الاسم يوميات فادي عضلات. اتمنى يكون عجبكم الاسم، اكتبوا لي برضه رايكم في الكومنتات. طيب بصوا يا جماعه، النهارده حصل معايا موقف بصراحه ضايقني جدا، لان انا ما كنتش اقصده. اللي حصل ايه يا جماعه؟ طبعا انتوا عارفين وانا حكيت لكم الكلام ده قبل كده ان انا شغال شغل حكومي الصبح. يعني اليوتيوب ده بالنسبه لي حاجه هوايه كده، وايه حاجه بعملها في وقت الفراغ، لكن انا اصلا عندي شغل الصبح وبصحى ليه من الصبح بدري يعني. تمام. فالمهم انا النهارده كنت صاحي متاخر، فنزلت جري عشان يا دوبك ايه الحق اركب واوصل الشغل في ميعادي. نازل فعلا متاخر، اللي هو يا دوبك خلاص على الاخر خالص، اللي هو لو دقيقه واحده ممكن خلاص اتاخر على الشغل او كده يا دوبك يعني، فاهمني؟ مش عارف غاوي انا ازنق نفسي. المهم يعني يا جماعه، فانا ماشي تمام ورايح عشان اركب عشان اروح الشغل. فكنت ماشي في شارع طويل كده، ف يعني بعد ما وصلت لنص الشارع دوت لقيت حد بيندهني من اول الشارع خالص. يعني انا كنت في نص الشارع وحد بيندهني من اول الشارع، فلفيت كده ببص لقيت واحد ومعاه اصحابه، قام بيشاور لي كده من بعيد بيسلم عليا يعني. فعملت له باي كده، سلمت عليه، وبعد كده قمت ماشي تاني بسرعه عشان الحق بقى الشغل عشان ما اتاخرش يعني كده. فتلاقيته قام ايه بينده عليا بيقول لي احنا عايزين نتصور معاك. فقلت له لا ده انا متاخر جدا مش هلحق. انا بالامانه يا جماعه كنت متاخر جدا فعلا، اللي هو لو وقفت كام ثانيه بس ممكن خلاص ما اتاخر على الشغل. فغصب عني قلت له كده، قلت له لا مش هلحق، انا متاخر جدا على الشغل. وخاصه ان هم كانوا بعاد جدا يعني حتى مش كانوا جنبي مثلا، لا ده هم في اول الشارع وانا في نص الشارع، اللي هو صعب اصلا يعني، فاهمين قصدي يا جماعه؟ فالمهم كملت بقى، قلت له لا مش هينفع انا متاخر على الشغل، وكملت ماشي عادي في طريقي. اتلاقيته بعد كده قام بيقول لي ايه يا متكبر، ده احنا عايزين، ده احنا رايحين الامتحان وكان نفسنا نتصور معاك، انت متكبر. انا بصراحه اتضايقت يا جماعه. ليه؟ اولا انا كنت اتمنى طبعا ان اتصور معاه، ما بحبش ازعل حد يا جماعه، اي حد بيقابلني بيبقى نفسه يتصور معاه، بالعكس انا بكون مبسوط جدا، ولكن انا فعلا متاخر على الشغل. يعني لو وقفت دقيقه بس خلاص مش هلاقي، وطبعا لو اتاخرت على الشغل هيبقى يا اما جزا يا اما خصم، فليه؟ طب ليه؟ فانا بصراحه اتضايقت ان هو كلمه متكبر دي. انا متكبر ليه؟ انا واحد يعني انا متاخر على الشغل، ايه التكبر في كده؟ وعلى فكره انا قابلت قبل كده حد بردك وانا رايح الشغل وكنت بردك متاخر، وطلب مني ان نتصور، قلت له معلش انا متاخر على الشغل، والراجل قدر وقال لي طب خلاص ماشي. يعني ما قالش عليا متكبر يعني، لان يا جماعه يعني انا متاخر على الشغل، ايه التكبر في كده؟ فاهمين قصدي؟ واقول لكم على حاجه، في نفس اليوم النهارده وانا راجع من الشغل تمام ومروح على البيت، قابلت واحد اتبسط جدا ان هو شافني وقال لي نفسي اتصور معاك، ووقفت واتصورت معاه. يعني انا ما بكبرش على حد، بس انا كان عندي شغل. فانا اللي عايز اقوله من خلال الفيديو ده ان والله ما كنتش اقصد، تمام؟ انا ما كنتش اقصد ان انا يعني هو مش قصد ان انا ما اتصورش معاهم او تكبر، لا انا والله الموضوع كله بس ان انا كنت متاخر على الشغل، تمام؟ بس يعني اتمنى ان هم برضك ما يكونوش زعلانين لو شافوا الفيديو ده، يفهموا ان انا مش تكبر، هو مش تكبر والله، هو بس انا كنت متاخر على الشغل. فاتمنى ان الناس تعذرني والناس تبقى فاهمه الموضوع دوت، تمام؟ بس كده يا جماعه، يعني شوفوا النهارده انا بشارك معاكم يوميات، عشان كده سميتها يوميات، ما هو دي حاجه حصلت في يومي بحكيها لكم يوميات، بقى انسب اسم والله. شوف الاسم مناسب جدا، ما تنسوش تعملوا لايك، دي اول مره اطلب لايك في اخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك، شير الفيديو، سلام.